كابتن جهاد جريشه معانا على التليفون. مساء الخير يا كابتن جهاد. ازيك يا كابتن حازم؟ ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه يا فندم؟ الحمد لله رب العالمين يا فندم. معرفش كنت بتتفرج علينا ولا لا، بس بتكلم على امبارح المباراه المهمه يعني في نادي الزمالك واحداث المباراه امبارح كابتن جهاد. تمام يا فندم. رايك ايه على الاحداث بعد الاحداث طبعا ما بعد المباراه احداث تحكيميه نهائيه ما بعد المباراه ما بعد المباراه يعني هو الجمهور كان نفسه يكسب. انا مش طرف في الموضوع، انا له كل العذر، لكن انا مش طرف في الموضوع. انا اللي شفته حسب بما يرضي الله، ما عنديش مشكله مع حد. بما يرضي الله اللي شفته في الملعب حسبته، ما عنديش مشكله في التحكيم، والحمد لله راضي عن ادائي في الملعب ورضيت ربنا بشغلي. الالعاب اللي حصلت لو كان على الطلائع ما كنتش حسبتها برضه. على الزمالك يعني للطلائع على الزمالك كنت حسبتها، لان انا مقتنع بقراراتي في الملعب. طب كابتن جهاد وبالتالي انا اللي بعد الماتش انا طبعا انا بعذر جمهور الزمالك، لكن الموضوع كان اوفر زياده عن اللزوم يا كابتن حازم. ايه اللي حصل يا كابتن جهاد؟ لا اللي حصل كان في التقرير، يعني اللي حصل التلفزيون اللي حضرتك شفته في التلفزيون وكانت التقرير، ما عنديش مشكله في اللي حصل يعني. طب لعيبه الزمالك في حد قال حاجه ولا كله كان نوعا ما بالنسبه ليه؟ لا يعني بعد المباراه شايفين صوره قدامنا كلهم بيروحوا لحضرتك بعد الماتش صدقني بما يرضي الله برضه انا بعامل ربنا وبعامل ضميري بما يرضي الله، اللي اتقال بالنص كتبته. لكن انا كابتن جهاد على احد، لاني بعامل ربنا في شغلي. كابتن جهاد هتكلم حضرتك في حاجه فنيه. الفاول او الضربه الحره المباشره لما بتبقى بره ال 18 وهي نفسها جوه ال 18، هل بتفرق؟ ممكن تتحسب واحده بره وواحده تتحسب جوه مثلا، ولا هي لازم يعني لما تبقى بره تبقى جوه؟ يعني قصد حضرتك ازاي؟ مش فاهم. يعني مثلا مش عايز عشان حضرتك مش هتعرف تتكلم في الماتش امبارح قوي، لكن مثلا لو ضربه هاندبول مثلا بره ال 18 وحضرتك بتحسبها، وجوه ال 18 نفس الطريقه بشكل ما يعني ممكن حضرتك ما شفتهاش، لو انت شفتها بتحسبها ولا ممكن تقول لا ده يعني بره ال 18 يبقى ليها نتيجه اخرى يعني؟ لا اللي يتحسب بره ال 18 يتحسب جوه ال 18. اللي يتحسب بره ال 18 يتحسب جوه ال 18. طيب بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن جهاد. يعني انت ياسر هات لنا هو الكابتن، معلش هعلق عليه بس. كابتن جهاد قال اللي جوه ال 18 زي اللي بره ال 18، فهات لنا بس الكورتين بس عشان اعلق، عشان هو زي ما قال بالظبط الكابتن جهاد. ادي جوه ال 18 تمام. هات لنا بقى اللي بره ال 18 دي ما اتحسبتش حاجه. خلاص يعني تمام. واللي بره ال 18 هيجيبها برضو ياسر دلوقتي، ولكن زي ما قلت انا بشوف ان الكابتن ما فيش حكم في العالم بيبقى عايز ادي طبعا يعني مش عايزين نعيد كتير ونزيد، ولكن هي دي اللي بره جوه ال 18 ما اتحسبتش، وادي برضو جوه ال 18 ما اتحسبتش، واللي بره ال 18 هتبقى تجيبها لنا بقى. طيب خلاص.